بما إننا داخلين على العيد واللمة والعزومات، عملت لكم صينية تكفي أسرة كبيرة وكمان أحلى من المطاعم بتتبيلة خطيرة، والكفتة طالعة معانا جميلة والفراخ دايبة، حاجة عاملينها بإيدينا وحاجة نظيفة، وكمان تسوية المندي بطريقة جديدة تحفة. تعالوا نشوف. أول حاجة عندي المكونات: حمام وفرخة مندي وكمان نص مفروم ونص بومبار. هي دي المكونات اللي هنعمل منها صينية كبيرة وحلوة. والفرخة عندي هنا متنضفة، وزنها كيلو ونص. بتقولي له افتحها لي فتحة المندي، بيبقى اعملها لك بالشكل ده. وهنا هنحط الكبد والقوانص في الحمام. اول حاجة هنحضر الخلطة بتاعة البومبار. بحط في حلة فيها زيت، بحط بصل مبشورة، استنى مجرد ما البصل تدبل، مش عايزاها تتحروق، وبحط عليها معلقتين صلصة. تقدري تعملي خلطة الممبار زي ما تحبي، بس انا بحبها مش ني في ني، بحبها اسبك لها. وهنا هحط عصير طماطم. وعندي البهارات، نفس البهارات اللي بحطها للمحشي: نعناع وملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة حسب الرغبة. وهسيبها لغاية ما تتركز وتتقل مع بعض. شكلها هيبقى عامل معايا ازاي؟ انا حطيت هنا نص كيلو طماطم معصورة، تبقى معايا بالشكل ده، وشكلها ولونها تحفة. تاني حاجة بحضرها عشان اسيبها تبرد هي حشوة الحمام. بحط في طاسة او في حلة اي حاجة زي ما تحبي معلقة سمنة كبيرة وشوية زيت، والزيت هنا نباتي. وهحط بصلة مبشورة، وهتبلها حاجة بسيطة. وهحط الكبد والقوانص بتاعة الحمام، وهحط بهارات، بس البهارات دي ما اتصورتش، هي كاري وبابريكا وملح وفلفل ونعناع. وهضيف عليهم الفريك. هنا ربع كيلو فريك كفة معايا بالظبط ل4 حمامات. هنا بعد ما قلبت الفريك مع الكبد والقوانص والسمن والتوابل، هبدأ اضيف كوبايتين مية. مش عايزين نكتر مية عشان ما يعجنش، عشان لسه هيخش سلق الحمام، فما يعجنش جوه الحمامة. وكده معايا استوى وتشرب المية بتاعته، بسيبه يبرد تماما، وبعد كده نحشي بيه الحمام. وهحضر خلطة البومبار: الرز، كوباية ونص رز، وضفت كمان خضرة. وهقلب الخلطة الحلوة دي ونحشي بيها البومبار. هنا الصلصة بتاعت البومبار كانت هديت شوية او بردت، وبعد كده بقلبها مع الخضرة والرز وابدأ احشي بيها البومبار. بفتح بصباعين بالشكل ده، والصباع التالت بدخل دي كده. دي اسرع طريقة احشي بيها وبتبقى سهلة بالنسبة لي. وابدأ ادخل الرز لبقية البومبار معايا. كمان نحاول نسيب الاطراف فاضية علشان هو بيلم وبيكشف المية المغلية اللي نسقطه فيها. نفس الطريقة هكمل بقية البومبار بالشكل ده. بفتح بصباعين، والصبع التالت بدخل بيه الحشوة وبفرد. وبسيب الاطراف ما فيهاش حشوة عشان هيلم معايا لسه في السلق. ومية السلق احط فيها جزر وبصل وتوم ولورا وملح وفلفل وطماطمايه، وهسقط فيها البومبار وهو هيقفل لوحده. مجرد نزوله المية السخنة هتلاقي الاطراف مسكت واتلمت، وكمان البومبارة لمت شوية وحجمها قل. وفي السلق مش عايزين نغيب عليه، نختبر الرزاية ونطلعها بدري شوية علشان لسه هياخد وقت في التحمير. وبالنسبة للحمام، الخلطة معايا بردت، وكمان مورقين الحمام، فبنزق الخلطة لجوه. انا هحط معايا كبد وقوانص
انا عشان حاطه معاه كبد وقوانص، فبالنسبه ليا كان ربع كيلو فريك كان مظبوط قوي وعلى قدهم بالظبط. وهنشوف مع بعض اني مفاضش معايا ولا حبايه. وببدا ادخل كده بالشكل ده، وبعد ما حشيت فوق وبزق الخلطه لقدام، وبرجع اكتف الرجلين بالشكل ده، وبكتف الاجنحه لورا الحمامه، وبنفضها من اي فريك حواليها. تبقى جاهزة معانا الحمامية. هوريكم واحدة تانية. اول حاجة بدخل من فوق الصدر كده لغاية ما تروح لغاية الرقبة، بزق الخلطة وكده يبقى حشينا الرقبة. ادخل من ناحية البطن، بدخل الكبدة والقناصة وبكمل الحشوة، وبرجع بردك اقفل برجليها. وهنا بقى هوريكم حاجة، الحمامية دي مفتوحة من الجنب لو تلاحظوا، فهنا عشان ما تبصي مني في السلق حطيت خلة عشان اضمن الفريك ما يطلعش منها، وهنشوفها في الاخر ما جرالهاش حاجة. وادي اخر حمامية، وهم دول حبة الفريك اللي فضلوا. وهتلاحظوا ان انا بلم فيهم عشان احشي اخر حمامية، وكانت الكمية مظبوطة بالظبط وما هدرناش فريك. المقادير مظبوطة على الشعر، بس هو مفضش معايا اي حاجة، تحفة. هنرجع بقى نسلقه في مية مغلية. حطيت طماطم وجزر وفلفل ولورا وحبهان وملح وفلفل. ده اسقط الحمام على ظهره بالشكل ده، وياخد من نص ساعة ل40 دقيقة. وممكن نبدأ نخلي النار وسط بعد اول 10 دقايق، وبيطلع معايا زي الفل بالشكل ده. ولا طلع منه فريك ولا فرقع، تحفة. بالنسبة للفرخة المندي هنتبلها بتتبيلة حلوة قوي، ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وبابريكا وكاري، وكمان في لون زعفران بديل للزعفران لان هو غالي، فهنحط معلقة صغيرة منه. وهنحط زيت، وببدأ اقلب الفرخة بتاعتي في التتبيلة الحلوة دي والبهارات. هنا قعدت ادور على جلافز عشان اللون بيطبع على ايدي، لقيت الجلافز ده فلبسته عمال يزحلق من ايدي. مش مشكلة، وتبلناها ومشي الامر. هنشوف طريقة جديدة بقى للتسوية تحفة. هنا الشبكة بتاعة البوتاجاز او اي شبكة عندك، هغلفها بورقة فويل اللي انتوا شايفينه ده. بس هنا لو تلاحظوا مش هحط على الاطراف عشان ما اجي ادخله الفرن فيخش معايا سهل. كده انا غلفته كويس. هجيب سكينة وابدأ اعمل فيها اخرام عشان اثناء التسوية هنشوف هيحصل ايه معانا وهنعمل ايه، والتسوية بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي. هدخله الفرن. لو تلاحظوا في صاجة تحت او صينية فيها مية، المية دي هتدي فرصة للفرخة تستوي حلو، وكمان مش هتنشف معانا. وهحط فوق على ورقة الفويل وعلى الشبكة هحط الفرخة بالشكل ده. وهنا كانت استوت، قعدت لها تقريبا 40 دقيقة او اكتر على حسب حجم الفرخة. وبالنسبة لكفتة الحاتي اللي هتبقى معاكي تحفة، انا بجيب بصلة نص كيلو لحمة مفرومة، ببشرها بالشكل ده وبعصرها من ميتها، سواء بتحطي عليها حبة ملح صغيرين، وبقى معايا المية بالشكل ده. اخد تفل البصل على اللحمة، ومية البصل بسيبها على جنب، هنشوف هنعمل فيها ايه. وبحط البهارات، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات لحمة او كفتة. وهنا بقى لازم ندخل كله في بعض وندعك دعكة حلوة كده. نعجن اللحمة المفرومة مع البصل مع التوابل وكأننا بنعجن في العجين، وهنشوف شكلها هيبقى عامل معاكي ازاي. واللحمة تبقى معانا بالشكل ده. ومية البصل هحط عليها ملح وفلفل اسمر وشوية زيت للتلميع ومعلقة صلصة عشان يبقى اللون حلو. وكده جاهزت معانا مية البصل اللي هنصبع بيها. وهحط بردك شوية زيت في الصينية، ودي براحتكم بردك. هبل ايدي في مية البصل وهبدأ اصبع الكفتة
سواء بقى عندك سيخ او عندك خلة الشيش، وبتصبعي عادي بالشكل ده وتطلعي الكفتة بالراحة وبتحطيها في الصينية. وبنعمل واحد تاني، وكل مرة ببل ايدي بمية البصل اللي احنا حضرناها، وبسلت بالراحة الكفتة عشان ما تطلعش مكبوسة في بعض. وانا بطلعها بحاول افردها، وكانت ريحتها تحفة. وعندي طريقة كفتة تاني هعملها لكم في فيديو تحفة. ادخلها على فرن سخن على الارضية، وبحط لها بعد السوا فحمية وشوية زيت. شمولي بقى احلى ريحة. هنجهز رز المطاعم، معلقة سمنة كبيرة، وكمان هحط شوية زيت، وهحط التوابل، معلقة كبيرة كاري وكركم زيها وقرفة ولورا وكمان قرنفل وفلفل اسمر، وبنزل بالرز المغسول وبشوحه مع التوابل بالشكل ده، وبنزل عليه بالمية سخنة. كل كوباية رز عليها كوبايتين مية. وهنا بعد ما تشرب معايا بهدي عليه النار، وبيبقى مفلفل معايا وبالشكل ده، والحباية مش متكسرة، تحفة. للدقوس بحط طماطم وكمان كزبرة وفلفل حار وليمون وتوم ورشة ملح. كده بقى جاهز معانا الدقوس. هنحمر الحمام، حطيت زيت ورشة ملح خفيفة في الزيت، وببدأ احمر الحمام على الجنبين بالشكل ده. وهو بيتحمر بقى حطي معلقة سمنة بلدي كده حلوة تحفة، هتديله ريحة وطعم، واخد لون جميل. مطرح الحمام هحمر البمبار، وكده جهزت معانا الصينية. حطينا الرز والفرخة، وتبدأي ترصي بقى الحاجة اللي انت عملتيها بالشكل ده، وتلم حبايبكم. وكمان هتبقى رشة زبيب كده تحفة. وشوفولي الحمامة وقد ايه الفريك مفلفل. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. صحة وهنا على قلوبكم.